قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. اهلا بيكم في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم علينا كلنا يا رب، ويا رب ينعاد علينا بالخير واليمن والبركات. عايزاكي بقى قبل ما نبدا الفيديو، لو ما انتش مشتركه في القناه تشرفيني بالاشتراك في القناه، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش باللايك. وتعالي اوريكي شويه مشتريات انا كنت كان نفسي اجيبها قوي من زمان، بس ما كنتش بنزل بصراحه، ولا كنت بروح ولا كنت باجي، فجبت معظمها مش كلها، جبت معظمها. حاجات لرمضان، هي اعظم يعني مش كلهم زينه، يعني يعتبر لسه ما جبتش حاجات للزينه، بس في حاجات بقى ازاز الميه، شفشق الميه، الحاجات دي. يعني هوريها لك دلوقتي، والحاجات اللي انا فاكره اسعارها هقولها يعني. بس نحط الكيسه كده على الارض. بسم الله. بصوا بقى، اول حاجه كان نفسي فيها من زمان وكنت عايزه اجيبها، بس للاسف مش دي اللي انا كنت عايزاها يعني، بس ما لقيتش غيرها. صفايه معالق. انا صفايه المعالق بتاعتي يعني مش قد كده، مش حلوه، والبلاستيك بتاعها مش كويس برضو، وصعبه جدا في التنظيف، فغيرتها وجبت واحده تانية اسوأ منها للاسف. فكنت عايزه حاجه اللي هي، عارفين اللي هي الستانلس اللي طالعه جديده دي، بس ما لقيتش بقى غير النوع ده. عايزه اقول لكم على فكره شكلها جميل جدا وخامتها حلوه. ستانلس جولد، ما بتغيرش لون. شكلها جميل قوي، تحط كده على رخامه تدي منظر حلو يعني. انا شفتوا عارفه لكم عليها كده سكينه وشكل شوكه وشكل معلقه اهي. دي كان سعرها 170 جنيه. انا زي ما بقول لكم ما نزلتش من زمان، فمش عارفه يعني الاسعار ماشيه ازاي دلوقتي، وما دورتش في كذا محل عشان اعرف اسعارها. يعني المحل عندنا في البلد جبت منه عادي، يعني مش لازم اروح مول كبير وكده. يعني انا جبت من محل في البلد عندنا بيجهز عرايس وحاجته كويسه جدا يعني. دي كانت ب170 جنيه، فيها صفايه من تحت اهي عشان خاطر الميه. طبعا دخلت رمضان بقى، يعني نجيب بقى جبن وحلاوه ولانشون والحاجات بتاعه السحور بقى، والحاجات الحلوه بتاعتنا والمخللات والحاجات دي. فما كانش عندي علب كفايه، فجبت علبه اهي، 4 علب مقاسات مختلفه. دي اكبرهم، كبيره على فكره، يعني تاخد حاجات كتير، ممكن تسيحي فيها سمنه. حلوه يعني وخامتها حلوه. ال4 على بعض دول كانوا ب160 جنيه. ماشي. بصوا بقى يا حبايبي، البتاعه دي الكيوت الجميله دي انا كنت عايزه اجيبها قوي من زمان. دي مساحه للرخامه، يعني صبنتي بقى الرخامه وكده وعايزه تنشفيها كويس، بتعمليها كده بالمساحه، يعني بتشيل الميه كده، بعد كده بقى تنشفي بالفوطه، فحلوه قوي وكان نفسي اجيبها من زمان يعني. دي كان سعرها 25 جنيه. جبت بقى القطاعه الكيوت الجميله دي، ما لقيتش خشب بصراحه، فجبت اللي هي البلاستيك، هي 2 في بعض، دي ودي، يعني ممكن تستخدموا واحده للحوم والفراخ وكده، وواحده للفاكهه للخضار. علشان يعني انت طبعا بتغسليها وكل حاجه، بس ممكن برضو عشان الريحه وكده، فكل واحد يعني كل حاجه يبقى ليها واحده. انا كان عندي واحده بس اللي هي الخشب بصراحه، بس حسيت بقى ان هي خلاص يعني راحت عليها بقى،
يعني باظت بصراحه من كتر الاستخدام والميه برضو. فانا مش هرميها، انا هخليها برضو عندي، يعني خساره. كنت جايباها، مش فاكره كنت جايبها بكام، بس كانت غاليه لان الخشب اصلا غالي. دول الاتنين مع بعض كانوا عاملين 160 جنيه برضو اهو. جبت بقى مفارش للتلاجة اهو، 4 مفارش في بعض، يعني يا دوبك على قد رف التلاجة، 4 مع بعض ب20 جنيه. هنظبط بقى التلاجة كده ونفرشها بالمفارش عشان بقى نحط بقى في حاجات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. جبت طبعا فرع نور، بس انا كنت فتحته عشان اجربه اهو. فرع نور اصفر اللي هو بيدي الاصفر. انا كان عندي اللي هو الوان، يعني احمر واخضر وازرق، بس انا حبيت اللي هو الاصفر ده اكتر، فجبت واحد. بس الراجل ما جربهوليش هناك، فكنت انا بجربه. لقيته شغال يعني الحمد لله. قلت ما الحق نفسي قبل ما اتدبس فيه وما يطلعش شغال في الاخر. مش فاكره سعره كان كام بصراحه، مش فاكره سعر ده بصراحة. كنت جايبه من الفوط دي 2 بس. ابو تسنيم يعني ما خد واحده للعربيه. دي كانت الواحده ب30 جنيه او ب25 جنيه، لان انا سالت عليها في محل تاني لقيتها ب30 جنيه فمرضتش اجيبها. ف... فجبت ديت كانت ب25 جنيه يعني، بس ان شاء الله اجيب واحده كمان عليها. التانية كان لونها هافان جميله قوي، مش مشكله. بصوا بقى، بصوا الجمال ده، بصوا. كان في منه الوان كتير، يعني كان فيه الاسود وكان فيه البينك وكان فيه الموف، كان فيه الاحمر، كان فيه الاصفر، بس انا حبيت اللون الهافان ده قوي. كان ب170 جنيه. الشفشق ده بكوبايتين 2 بكوبايتين 2 ب170 جنيه. هيبقى حلو قوي على فكره في سفرتك في رمضان. شكله شيك وجميل واكليريك. اهم حاجه انه مش ازاز عشان ما يتكسرش، اكليريك. فشكله جميل قوي وشيك بصراحه اهو. جبت بقى يا حبايبي الزرعه دي عشان احطها. بشوف ديكور كده نفسي اعمله بصراحه، بس للاسف مش لاقيه الحاجه اللي انا هعمل بيها. اللي هو الديسبنسر بتاع بيبقوا 2 ديسبنسر كده مع بعض، واحده مكتوب عليها ديشز، وواحده مكتوب عليها هاند، يعني واحده تحط فيها غسول للاطباق، غسول قصدي للايدين، والتانية فيها الصابون بتاع المواعين. واحده دي بقى ما بينهم في النص كده. بس للاسف ما لقيتش الطقم ده، بس يعني موصيه بنت عمي تجيبهولي ان شاء الله وهي مسافره. هتجيبهولي وهي مسافره يعني. فهحطه بقى كده جنب على الحوض، واحط دي في النص، يبقى شكلها جميل قوي. انا بحاول اجدد بس يعني واحده واحده، فاهمين؟ يعني طبعا لو جددت مره واحده هتخربي بيت الراجل صاحب البيت. بصوا بقى القمر ده، مش هتصدقوا انا جايباه بكام. انا جايباه من محل برضه عندنا هنا في البلد. الفوانيس دي على فكره بقى اسعارها غاليه قوي. انا جايباه ب100 جنيه. وانا ما بحبش الشمع اللي هو الالكتروني ده، بيبوظ بسرعه بصراحه. يعني الحجاره بتاعته بتخلص على طول، والحجاير بتاعته مش بتبقى متوفره قوي لان هي بتبقى الصغننه دي. فانا عندي شمعه دي هحطها فيها، اولعها كده في وقت ابقى قاعده فيه لوحدي، مثلا بشرب اي حاجه او قاعده في ساعه روقان، اقوم حاطه فيه الشمعه دي مولعاها. بس همسحها بقى من هنا لان كنت مولعها بصراحه يعني بولعها عادي، يعني ريحتها جميله قوي. ريحتها فانيليا كده يعني بتدي طاقه ايجابيه كده في البيت من ريحتها بصراحه. فهحطها في الفانوس ده، وهعمل بيها ديكور على مكتبه التلفزيون، على ترابيزه التلفزيون. تمام. حط جنبيه الشمعة.
بعد كده بصوا بقى الازاز دي، استنى اوريها لكم واحده واحده. انا عندي ازايز بس مش ازاز، اللي هي البلاستيك دي، اللي هي الدوره اللي بيبقى بغطا من فوق بيتفتح كده. بس حبيت قوي الاشكال بتاعه الازاز دي، وحجمها كبير وسعرها تحفه. يعني الواحده من دي كانت عامله 20 جنيه. انا جايبه بصراحه 2 من محل ب30، وواحده من محل تاني اديتها لي ب20. يعني دي انا جايباها ب30 جنيه. انا افتكرت السعر اهو. دي جايباها ب30 اهي. ودي برضو اهي، ميه بقى، عصير، اي حاجه تحبيها تحطها فيها، بس خلي بالك عشان هي ازاز اهي. دي برضو كانت ب30. اختهم بقى اهي، اختهم بالظبط، نفس المقاس ونفس كل حاجه، جايباها ب20 من محل تاني اهي. شكلها شيك اوي وجميله بصراحه، لونها جميل اوي. وجبت كمان الكوستر ده، كان عندي بصراحه بس تسنيم بوظته. بطلع عليه البايركس من الفرن، يعني بقوم حاطاه رخامه كده واطلع عليه البايركس من الفرن عشان البايركس ما يبص يعني. ده كان ب15 جنيه او ب20 جنيه، ب20 افتكرت كان ب20 جنيه. حاجه تانية، قشرة بطاطس عشان اللي عندي باظت. قشرة بطاطس دي كانت ب20 برضه. كانت، لا يا رب، ده كانت ب30 جنيه وانا استغلتها، بس كنت محتاجاها بصراحة ب30 جنيه. بس يا حبايبي دي الحاجة اللي انا جبتها، حبيت اشارككم واوريها لكم، وبرضه لو تستفادوا من الاسعار بتاعتها. ان شاء الله باذن الله في حاجات تانية هجيبها. يا رب يا رب بس تجيلي قبل رمضان، اللي هي الديسبنسر اللي بقول لكم عليه، بتاع صابون المواعين والايدين دي، عشان احطهم على الحوض وكده. وبرده جايبه، عايزه اجيب برده طقم توابل كده، شكله شيك اوي، اللي هو كنتوا تكونوا عارفينه، اللي هو البورسلين اللي بيبقى غطاه خشب وله قاعده خشب، بيبقى مكتوب على واحده شاي وسكر وقهوه. ده برضو هجيبه، هيغير اوي شكل الرخامه عندي باذن الله. يا رب الحق اجيبهم قبل رمضان ونفرش بيهم المطبخ باذن الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، هو فيديو كده كيوت صغنن، يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. لو وصلت بقى معايا لحد هنا متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. باي باي.